الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فبدون مقدمات، زلزال في المغرب وسيول في ليبيا، مشاهد مروعة وحالة من الخوف والرعب مفزعة، ناس وبيوت بل وأحياء بكاملها تزال من على وجه الأرض في لمح البصر، مفقودون تحت الأنقاض وفي البحر والأودية بأعداد لا يعلمها إلا الله، صور مجرد رؤيتها فقط على الشاشات وعبر الفضائيات تخلع القلوب وتصدم النفوس. فكيف بمن أصابتهم هذه المحن وتعرضوا لها وعاشوا أحداثها؟ آيات ونذر تظهر ضعف البشر، فلا يستطيعون ردها ولا يملكون دفعها مهما أوتوا من علم وقوة وتنبؤات وأرصاد ومصدات. آيات ونذر تظهر عظمة الجبار وقهر القهار، وتبين كمال عزته وسلطانه وتمام ملكه وأمره وتدبيره وتقديره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فدع الاعتراض، فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، لله تصير أمور العباد، فدع الاعتراض فما أجهلك. فالزلازل المدمرة والأعاصير المروعة والرياح العاتية والفيضانات والسيول المهلكة المغرقة كلها محن ومصائب وفتن وابتلاءات. فرب آمن أمسى هادئا مرتاح البال، فأصبح مغتما خائفا فزعا متغير الحال، ورب غني يرفل في ثوب العز والغنى، فقد كل ما يملك في لحظة وذاق الفقر والهم والضنا. كم من عزيز ذل، كم من سعيد اغتم، فتن متلاحقة يرقق بعضها بعضا كقطع الليل المظلم، ولا تظن في أي مكان في الأرض أن هذه الآيات والنذر من أحد منا ببعيد. فالله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. قال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما يقع في الكون كله ليس عبثا، فالله جل وعلا هو الحكيم الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا يدخل في حكمه زلل. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لكنني أذكر أهلي وأحبابي في بلاد المغرب العربي وفي ليبيا وأقول لهم جميعا: شأن المؤمنين الصادقين عند المصائب والمحن والابتلاءات والفتن الصبر والتسليم لله جل وعلا، واحتساب الأجر، وسرعة التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي رواية صهيب في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأبشروا يا أهل البلاء في المغرب وليبيا وفي كل مكان،
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق، أي من يموت غريقا، وصاحب الهدم، أي من يهدم عليه بناء أو يموت تحت أنقاض الزلازل، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء شهداء عند الله جل وعلا. ولذا اسمحوا لي أن أقدم خالص العزاء وصادق الدعاء لأهلنا في بلاد المغرب وفي بلاد ليبيا، وأدعو العالم كله بصفة عامة والمحسنين من المسلمين بصفة خاصة أن يهبوا وينتفضوا بصدق لإغاثة هؤلاء المنكوبين والمتضررين، وبذل ما يستطيعونه وما يملكونه لإنقاذهم. ولا نملك والله إلا أن نتذلل ونتضرع إلى ربنا جل وعلا أن يرفع عنكم وعن جميع المسلمين في كل مكان الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير والمحن والمصائب والفتن والابتلاءات. اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم عندك في الشهداء. اللهم داوي جرحاهم وعوضهم خيرا. اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم أو إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم كلهم إلى سعة رحمتك وعظيم فضلك. اللهم الطف بهم وأسبغ عليهم نعمك وكرمك، وأنزل على قلوب محبيهم برد السكينة والرضا يا أرحم الراحمين. وأسألك بمنك وكرمك أن تحفظ بلدنا مصر من الزلازل والعواصف والأعاصير والسيول، وأن تجعلها يا رب في كنفك وأمانك وسترك وضمانك وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا أنسى أن أقدم العزاء لأهلنا ممن قتلوا في هذه السيول المدمرة في ليبيا وأتوا إلى مصر ليدفنوا فيها. أسأل الله أن يرحمهم برحمته وأن ينزل على قلوب أهلهم ومحبيهم برد السكينة والرضا، وأن يختم لنا ولكم جميعا بحسن الخاتمة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.